السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو فضل العمل الصالح في 10 من ذي الحجة؟ أقول لك بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من رحمة المولى عز وجل، بل من كمال رحمة الله، إن المولى عز وجل جعل لنا مواسم للطاعة نتنافس فيها ونتسابق فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا أقبلت تلك المواسم فإن الناس ينقسمون إلى قسمين: منهم من هو سعيد يغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله ويبتعد عن كل ما يغضب المولى عز وجل، ويخرج من تلك الأيام بفوز ثمين بفضل الله. ومنهم، وهو القسم الثاني، أو منهم غافل لا يعلم قدر تلك الأيام ولا يغتنم لحظة واحدة في طاعة الله سبحانه وتعالى، بل منهم من يزداد الأمر سوءا عنده بأن يكون في تلك الأيام يعيش في معصية الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل ما نبدأ نتكلم عن فضائل العمل الصالح في الأيام العشر، لابد أن نعلم أولا أن الله عز وجل اختار الزمان، واختار من الزمان وأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله سبحانه وتعالى شهر ذي الحجة، وأحب الأيام في شهر ذي الحجة إلى الله عز وجل الأيام العشر الأول، ولها 10 فضائل نقولها برضو بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الفضيلة الأولى للعشر الأول من ذي الحجة أن الله عز وجل أقسم بتلك الأيام العشر، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل إذا أقسم على شيء فهذا دليل على شرف هذا الشيء وعلى مكانة وقدر هذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وليال عشر. قال ابن عباس وسائر جماهير أهل العلم رضي الله عن ابن عباس وعن الجميع، قال: هي أيام العشر من ذي الحجة. الله. الأمر الثاني أو الفضيلة الثانية لأيام العشر من ذي الحجة أن الله عز وجل سماها الأيام المعلومات. قال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس أيضا حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هي أيام العشر. الله أكبر. طب إيه الفرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ الأيام المعلومات هي الأيام الأولى، العشر الأول من ذي الحجة، دي الأيام المعلومات. أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق، وهي يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. أما الفضيلة الثالثة في فضائل العشر الأول من ذي الحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا. وكلمة أفضل أيام الدنيا يعني أفضل أيام العام. الأيام الأول من شهر ذي الحجة، نعم. ولذلك لما فاضل الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من شهر رمضان؟ فيعني ما شاء الله ذكر بقى أشياء كثيرة جدا، ثم انتهى في النهاية إلى أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة وفيها الحج، يعني فيها موسم الحج وفيها أشياء كثيرة جدا، تمام، وفيها يوم التروية. لكن ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر. الله أكبر. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لتلك الأيام العشر الأول من ذي الحجة أنها أفضل أيام الدنيا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والحديث رواه البزار بسند صحيح. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. طب نعمل إيه يا رسول الله طالما هي أفضل أيام الدنيا؟ توصينا بإيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وفي رواية عند البخاري
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ شوف الإجابة بقى اللي ما كانش حد يتوقعها. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قل لي بالله عليك وقولي لي بالله عليك، احنا هنعمل ايه في الايام العشر؟ هنصوم، هنصلي قيام الليل، هنقرأ قرآن، هنذكر الله عز وجل، هنتصل بأرحامنا، هنبر والدينا، هنتصدق ببعض الأشياء، هنذكر المولى عز وجل. طب المجاهد ده بقى اللي خرج بنفسه وماله وبذل نفسه لحد ما استشهد، معقولة إن الأيام العشر دي أفضل من كل هذا؟ أفضل من كل هذا، مع إن إحنا ما بذلناش عشر معشار ما بذله هذا الرجل الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهي ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. أما الفضيلة الرابعة من فضائل العشر الأول من ذي الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على فعل الخير فيها. قال إيه؟ ما من أيام العمل الصالح، وأطلق كلمة العمل الصالح عشان يتناول كل شيء، كل واحد بقى على قدر استطاعته، لأن احنا الفرائض كلنا هنعملها، إنما النوافل على قدر استطاعتك. واحد ما شاء الله عنده همة عالية جدا في الصيام، واحد تاني عنده همة عالية في القيام، واحد عنده همة عالية في الصدقة، واحد عنده همة عالية في بذل الخير للناس إلى غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. الفضيلة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر كانا يخرجان إلى السوق فيسبحان ويكبران ويحمدان ويهللان، فكان أهل السوق يتفاعلون معهما وكانوا يهللون ويكبرون بفضل الله لتكبير وتهليل عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. الأمر السادس والفضيلة الثالثة في أيام العشر الأول من ذي الحجة إن فيه يوم التروية، يوم التروية الذي يتوجه فيه الحجيج إلى منى، ويوم 8 من ذي الحجة يوم التروية. الفضيلة السابعة إن فيها يوم عرفة. يوم عرفة بقى وما أدراك ما يوم عرفة، الحج عرفة، ده اللي بيحج. طب واللي ما بيحجش لو صام يوم عرفة يكفر عنه ذنب سنتين كاملتين بفضل الله، سنة ماضية وسنة مستقبلة بصيام يوم واحد فقط. سبحان الله. ولذلك الافضل ان احنا نحرص على صيام ال9 ايام الاول، تمام؟ لو ما قدرناش فعلى الاقل اوعى يفوتكم صيام يوم عرفه، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الفضيله الثامنه إن فيها ليلة جمع، وهي ليلة المبيت في المزدلفة بفضل الله لمن يحج بفضل الله، ربنا يرزقنا إياكم الحج والعمرة. الفضيلة التاسعة إن فيها الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام بفضل. كل ده فين؟ في العشر الأوائل من ذي الحجة بفضل الله سبحانه وتعالى. الفضيلة العاشرة إن فيها يوم النحر اللي هو يوم 10 من ذي الحجة، اللي هو أول أيام العيد الذي تنحر فيه الذبائح، ويعني بفضل الله الأضحيات بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر اللي هو يوم 10 اللي احنا بنذبح فيه، تمام كده؟ طب ويوم القر الذي يقر فيه أو يستقر فيه أهل الحجيج في منى، فيسمى يوم القر اللي هو يوم 11 اللي هو أول أيام التشريق بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وفوق ذلك في هذا الموسم في تلك الأيام العشر فيها الأضحية التي هي علم للملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية. دي كانت بعض فضائل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. أما بقى ماذا نصنع في أيام العشر الأول من ذي الحجة، وكيف نغتنم تلك الأوقات أعظم اغتنام بفضل الله لنفوز بالأجر العظيم والثواب الجزيل؟ هذا ما سأذكره لكم إن شاء الله، ولكن في مقطع وحده إن شاء الله يعني أن ننشره لكم غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير وعلى الطاعة، وأن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.